السلام عليكم اخواني، اسعد الله مساءكم، اهلا وسهلا بكم جميعا. اخواني، قبل ما افوت بالموضوع، يا ريت الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا، ويا ريت تتابعوا الفيديو للنهاية. اتمنى من كل المشاهدين الكرام متابعة الفيديو الى النهاية، لانه هذا الفيديو مخصوص للاخوة السوريين. اخواني، طبعا كلاتنا بنعرف انه كل اهلنا واحبابنا بسوريا كلاتنا طلعنا متغربين من القذف ومن الحرب بهالموضوع هذا. المشكلة اللي صارت بمدينة اسن، المشاجرة واللي راح فيها جرحى، هذا الشيء اللي نحن عم نساويه غلط، غلط، اكبر غلط. ليش ما كلاتنا نقعد نشتغل ونظبط امورنا هون ونحط ايدينا بايدين بعض؟ ليش السوريين بشكل عام ما عندهم ألفة لبعض، ما عندهم محبة لبعض؟ كل الجنسيات اللي بالدول الأوروبية قاعدة كلياتها حاطين ايديهم بايدين بعض، بالنسبة للتراك، بالنسبة للأوروبيين، بالنسبة للجنسيات الأخرى، إلا السوريين. ليش؟ إخواني، طبعا إذا بدنا نضل هيك ما قلوبنا على بعض وبنحب بعض، ثق تماما إنه كل واحد ما راح يلاقي سند لغيره. المفروض نحن هون شغلة وحدة، نعطي صيت للأوروبيين على السوريين، نعطي صيت إنه نحن جماعة جايين لنشتغل، ما نساوي مشاكل. أغلب السوريين هلأ كل واحد رايح طريق، وكل واحد ماسك بطريق، وهذا عم بيبلغ على هاد، وهذا عم بيشد مع هاد. هي مو صفاتنا يا اخواني، هي مو صفاتنا. نحن والله العظيم لو كنا ايدينا بايدين بعض كلياتنا ما كان صار فينا هالشي هذا من اساسه. بس للاسف قلوبنا كلياتنا مو لبعض، ولا بنحب بعض، ولا بنقرب على بعض، ولا بنريد مصلحة بعض. هي اغلب الجنسيات الاخرى كل واحد عامل جمعية لمساعدة اولاد بلده، لمساعدة الناس الثانية. الا نحن شو عملنا هون باوروبا؟ في ناس كتير درست وزبطت امورها وعلى 24 واخذت جنسيات، وكل واحد عم يشتغل لحاله. هذا الشيء غلط اخواني. هون نحن قاعدين هون باوروبا، بلد غريبه، ما بنعرف شيء، ولا بنعرف ثلث الثلاثه كام. لو كلاتنا قاعدين كلاتنا ايدينا بايدين بعض، كنا عطينا صوره للاوروبيين، صوره حلوه، صوره لائقه للسوريين. هذا الامور يعني مو من صفاتنا يا اخواني. كلاتنا تغربنا من سوريا مشان شو؟ نحقق مستقبلنا، نخلي اولادنا متفوق، نخلي الاسرنا متفوق، نخليهم هن يلي راح يبنوا اوروبا من بعدنا. يعني بتمنى من كل السوريين يلاقوا حل لهالشغله هي. كل واحد مسكر على بابه، ولا كل واحد حاطط حاله قاعد، هذا خايف من الثاني، وهذا خايف ما يضرب الثاني، وهذا ما خايف ما يطعن الثاني. اخواني، هذا الشيء كلياته غلط. المفروض كلياتنا نعمل ايدينا بايدين بعض، نخاف على بعض، نخاف على مستقبل بعضنا، نساعد بعضنا. كل واحد مثلا عنده مشكلة نساعده، نوقف نساوي جمعيات كلاتنا مع بعضنا. وكل الأخوة اللي اجوا من 2013 و2012 وال14
المفروض هلا هن يقرروا يفتحوا جمعية للسوريين، يسموها جمعية السوريين، لأنه هلا هون أغلب الألمان ما بدهم السوري إنه يطلع، ولا بدهم السوري إنه شو اسمه. أغلب المدارس بالمدارس عم يخلوا أولادنا ولا الأقارب تبعيتنا عم يخلوهم تحت الصفر، ما عم يخلوهم يطلعوا، لا عم يخلوهم ينزلوا، ولا عم يخلوهم يتعلموا. بهيك حالة إخواني لازم كلنا نشد على بعض، نوقف مع بعض، نشوف محبة بعض. مو هيك علمنا سيدنا محمد؟ مو هيك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إخواني يعني والله العظيم هالشيء اللي عم بيصير إن كان بسوريا ولا إن كان هون، هذا الشيء هذا غلط. بهيك حالة كل واحد راح يوقع بمشكلة، ما راح يلاقي مين يسنده، ما راح يلاقي مين يدافع عنه. راح نكون فريسة سهلة للناس اللي جاي بدها تكون ضررنا. كل واحد قاعد عم يشتغل صح، ما في مشكلة، ويظبط اموره صح كمان ما في مشكلة. بس الحياة الاجتماعية صارت بالمرة بين السوريين، وكل واحد بيجي يتعرف على العائلة هي ولا هي، كل واحد بيحسد الثاني ولا بيساوي مع الثاني ولا بده يعمل له مشكلة للثاني ولا بده يبلغ على الثاني ولا. هذا الشيء غلط اخواني. بهيك حالة صرنا قانون غابة. بهيك حالة وبرد بقول لكم راح نكون فريسة سهلة بالمستقبل. وعلموا على كلامي يا اخواني، وبتمنى من كل السوريين الموجودين باوروبا مو بس بألمانيا يعملوا جمعيات تساعد الناس اللي ما عندها علم بالقوانين ولا عندها علم بأي شغلة. يبنوا مساجد، يبنوا معابد، كل واحد يبني شغلة على دينه. كتير ناس هي تراك كلهم بانين مساجد، وهي كتير جنسيات عربية باني مساجد. اعطيني واحد سوري بنى مسجد ووقف مع السوريين وعمل جمعية كبيرة للسوريين. ما في هالشيء هذا كلياته بيصار بألمانيا. ليش؟ لأنه الحياة الاجتماعية بين السوريين صايرة بالمرة. كل واحد خايف على حاله، وكل واحد مسكر بابه على حاله، يعني ما في تواصل اجتماعي بالمرة. هذا الشيء غلط اخواني. وبتمنى من الجميع يشاهدوا هالفيديو هاي ويعلقوا لي تحت هذا الشيء اللي انا عم بقوله غلط ولا صح. بتمنى اسمع كل آراء الناس اللي موجودين بأوروبا. والله يسعدني مساكم يا رب. ويا ريت هذا الفيديو الناس كلها تشاهده وتوقف كلها ايديها بايدين بعض. والسلام عليكم ورحمة الله.